إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حوار العقل. حكمة الله أحكمت كل أمر فاستنارت لروحها الحكام. حوار العقل برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا ومرحبا. ما زلنا بصدد الرد على بعض الشبهات التي يثيرها بعض الطاعنين في الإمام البخاري، راغبين في ذلك في الطعن في السنة النبوية التي حملها وحفظها كتاب الإمام البخاري، صحيح البخاري. هنا من ادعاءاتهم أو من الشبهات التي يثيرونها حول الإمام البخاري أنه كان مطعونا في عقيدته. معروف أن هناك الجبر والاختيار في الإسلام، وهذه الطوائف التي ظهرت والأفكار التي ظهرت في فترات مختلفة أو في بدايات الإسلام، فقالوا إنه كان يؤمن بالجبر، وذلك مما يسيء إلى عقيدته. أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. أخي الكريم، الحاقدون والحاسدون والمعاندون دائما يلجؤون إلى التعسف في التأويل والتكلف في إلصاق التهم من خلال التماس معنى من هنا أو من هناك، والكلام لا يخرج عن السياق أبدا، بل عكس ذلك ما رآه الأئمة عن الإمام البخاري. ما القضية؟ هم نظروا إلى ما أورده البخاري في صحيحه الجامع من تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حيث قال الإمام البخاري: أي ما خلقت أهل السعادة إلا ليوحدوني. وهم يعني في زعمهم أن هذا القول يدل على الجبر، يعني الله جبر هؤلاء وليس لهم اختيار وليس لهم أخذ بالأسباب وليس إلى آخره، والجبر يستلزم الكفر، ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عقيدة الإمام البخاري. والحق إن عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على نفي الجبر، ولكن هنا مهم، إن ما قرره الإمام البخاري في صحيحه عند تفسيره لهذه الآية هو ما قرره المفسرون من أهل السنة والجماعة. كيف؟ أهل السنة والجماعة من المفسرين في كتبهم بيّنوا كابن كثير والقرطبي إلى آخر ذلك، وتأويل البخاري للآية هو متفق عليه أهل السنة في مسألة الجبر. فقال في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، وليس فيه حجة لأهل القدر والجبر والقدرية ونحو ذلك. اللي يؤيد ذلك وبوضوح أن الإمام البخاري أفرد وخصص كتابا كاملا في صحيحه في القدر. نذكر منه ما رواه عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض، فنكس وقال: ما منكم من أحد إلا وقد
كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ مادام كل شيء مكتوب. فقال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره لليسرى. يعني إيه قرأ هنا؟ يعني بين التيسير لليسرى له أسباب، نعم، وهو العطاء وتقوى والتقوى. الله عز وجل. والجانب الثاني له أسباب التيسير من بخل للعسرى: واستغنى من بخل واستغنى. وكذب. يعني السببية للعبد موجودة هنا وبينة، هكذا يبينها الإمام البخاري بحديث سيدنا رسول الله. أما عن شأن كتابة الله فهي كتابة طلاقة القدرة وعلم مسبق، نعم، لأن الله عز وجل يعلم لا يعزب عن علمه شيء، مقدار. ويعلم الحاضر والماضي والمستقبل، الكل في علمه سواء. نعم. فهي كتابة علم وليست كتابة جبر. نعم. فالذين يقولون ذلك عليهم أن يراجعوا فهمهم السقيم لهذه المسألة. كتابة الله عز وجل إنما هي كتابة علم وليست كتابة إلزام وجبر للعبد، وإلا لكان والأمر والعياذ بالله يتنافى مع العدالة ويتنافى مع العدالة نعم. الإلهية. ولذلك الذي حسم المسألة هنا في الحديث الذي أورده الإمام البخاري أن النبي قرأ بعد هذا الحديث لما قالوا له: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. إذن هذه الأسباب والأخذ بها هو الذي يصل بالإنسان إلى النتائج. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الوصول للعسرى وجهنم والنار والعياذ بالله بالأخذ بأسبابها أولا، بالأخذ بما يؤدي إليها. إذن كتابة الله كتابة طلاقة علم وقدرة وليست كتابة إلزام. وكنا دائما نضرب مثلا بالأستاذ والتلاميذ حين يقيم تلاميذه قبل الاختبار والامتحان، فيقول: هذا ممتاز وهذا جيد وهذا جيد جدا وهذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا راسب، وتأتي النتيجة وفق ما علم، ما قدر الأستاذ. والأستاذ علمه في الآخر محدود أيضا. أيوة. البشرية الآن في التوقعات المستقبلية في علم الأرصاد ونحو ذلك يؤخذ بهذه التوقعات العلمية ويؤتى، فما بالك بالخالق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه هي حقيقة المسألة. فالإمام بريء من ذلك، وأهل السنة يعني يؤكدون ذلك. أما الذين يزعمون هذا الزعم فعليهم أن يراجعوا أنفسهم بدلا من هذا التعسف وهذا التكلف بمنطق العاهات المزمنة وإلصاق التهم الفارغة بإمام له قدره. لكن نقول: على قدر حجمك، على قدر ما يوجه إليك من انتقادات. نعم. ولا يزال هناك الكثير من الادعاءات والشبهات التي يثيرها هؤلاء حول الإمام البخاري. نرجو أن نتم حديثنا عنها في حلقات قادمة إن شاء الله. الحديث موصول إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة الله أحكمت كل أمر فاستمرت لروحها الحكام. حوار العقل، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.